مساء الخير يا شباب. أتمنى تكونوا بخير وسعادة وبصحة جيدة. النهاردة الفيديو هيكون شيق جدا وليه معلومات مهمة. ازاي اللي أنا حصلت على فرصة وسافرت بلغاريا، وهل السفر ده كان ليه علاقة بمجال الدراجات الهوائية وهنفيدكوا. تابعوا الفيديو للنهاية، هنفيدكوا طبعا. هنقولك ازاي تقدر تحصل على فرصة زي دي وتقدر تطلع برا مصر تبع منظمة. كل ده هنقوله في نهاية الفيديو. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للنهاية لان هيفيدكم، وهنقول لكم ازاي تقدر تدور فين عشان تقدر تحصل على حاجة زي كده. طيب، اول نقطة حابب اتكلم فيها ودي النقطة المهمة: هل السفر لبلغاريا كان ليه علاقة بمجال الدراجات الهوائية اللي هو مجال شغلي والبيزنس بتاعي اللي هو عندي متجر ويل بايك؟ هل كان ليه علاقة؟ طبعا كان ليه علاقة. كان ليه طبعا علاقة اللي انا رياضي وبلعب رياضة الدراجات الهوائية، بطلع في رايدات وايفنتات، فده كان ليه علاقة بالفرصة اللي طالع عليها. تمام، دي كانت اول نقطة حابب انوه عليها. الموضوع كان ليه علاقة بالرياضة وكان متعلق بالايفنتات والطلعة وسط الكوميونتي الرياضي ده. دي اول نقطة حابب اتكلم عليها. قبل اي حاجة نشرب واحد مانجا كده احسن من بتاع فرغالي، والله مانجا البيتي دي تحفة. عم الحاج، يلا يا عم الحاج. فنمرة واحد والله. تاني نقطة ودي الأهم: إزاي إني حصلت على الفرصة دي؟ أولا كان في صديق ليا بعت لي لينك كده عن منظمة كانت منزلة يعني حدث هيحصل في بلغاريا متعلق بمجال الدراجات الهوائية. طيب، أولا بعت لي الفرصة وقدمت عليها وبعت كل حاجة. الموضوع كان بسيط جدا. كانوا عاوزين شوية أوراق كده قدمتها، مش أوراق، كانوا عاوزين أول حاجة اللي أنت تبعت لهم إيميل. بعت لهم إيميل ومليت كده زي فورم كده وكتبت لهم. قلت القطورة بقى صعب جدا، معلش، ساكن على القطر فالموضوع صعب. فمليت الفورم دي وبعت الايميل. تاني حاجة اللي ما كنتش مصدق ان في حاجة كده ان حد ممكن يتواصل معايا، وحد مثلا ان هو مثلا احصل على فرصة زي كده. فكنتش في دماغي اصلا ان في حاجة اسمها كده اصلا. قلت اقدم، انا كده كده مش هخسر حاجة. فابتديت اقدم على الفرصة. بعد اسبوعين بالظبط او اسبوع ونص لقيتهم عاوزين يعملوا معايا. يعني رئيسة المنظمة كلمتني، لقيتها بعتت لي ايميل اللي هم عاوزين يعملوا معايا ميتنج. تمام، على الانترفيو عملت، ادتني ميعاد على زوم ميتنج. فبعد كده قعدت استنيت الميعاد. كان بعد اسبوع او بعد 6 ايام او 5 ايام تقريبا جيت ميعاد الميتنج. بعتت لي كونفورميشن نمبر كده عشان يدخلنا على المكان اللي هنتكلم فيه اللي هو الغرفة على زوم كده، يعني حاجة سبيسيفيكلي، يعني حاجة تكون أنا وهي بس. فدخلنا الزوم، إن استنى حضرت قبل الميعاد بساعتين، كان التوقيت مختلف. فحضرت نفسي اليوم ده، فصلت تليفوناتي، فصلت كل حاجة ومستني الزوم ميتنج ده. فين استنى ساعتين، جه الميعاد انت رد، مفيش رد. قعدت مستني طول اليوم انت رد، وبعت لها ايميل ما ردتش. قلت بقى حتى الاجانب ما بيلتزموش بالميعاد وكده. فتاني مرة قلت خلاص فقدت الامل. تاني مرة بعت لها ان نعمل معاها ايميل، قلت اللي انت ما ردتيش عليا وكده، وبعت لها على الواتس وكده. ف فالموضوع برضو كنت متضايق من الموضوع ده. لقيتها ردت عليا بايميل قالت لي طب نحدد ميعاد تاني. حددنا ميعاد تاني نفس اللي حصل المرة اللي فاتت، ما ردتش وكده. قمت بقى ايه، كانت عاملالي بعتلي رقم الواتس بعد كده تاني مرة. فانا فضلت مستنى والميعاد وقته عدى، فمفيش اي حاجة، مفيش اي اتصال، مفيش اي حاجة. فضلت مستني على الزوم ميتنج ده
ما ردتش عليا. فانا بقى ايه، نزلت سكايب ونزلت كل حاجه، قمت قعدت على الواتس بقى في الوقت الميتنج، اتصلت بيها على الواتس كول، وقلت، وكانت مدياني الرقم بتاعها، قلت هتصل بيها دولي. فاتصلت بيها على الواتس، عملت كول، لقيتها ردت الحمد لله. قلت لها، قالت لي بقى ده في مشكله في الزوم وكده، مش عارفين نعمل كونتاكت خلال الزوم. الحمد لله ان هي ردت وقالت لي الاسئله كانت بسيطه جدا. introduce yourself، كلمتين بساط قوي. قلت لها رياضي وبلعب رياضه وبطلع ايفنتات وكده. طب قالت لي طب ابعت لي صور الايفنتات والناس اللي بتطلع معاهم. طب ابعت لي انت وسط مجموعات وكده. بعت لها كل الصور، وبعت لها صفحه اللي هي في صفحه بتاعتي، صفحه ويل بايك، اللي هي صفحه المتجر بتاعي المحلي يعني. قلت لها بشتغل وبجيب عجل من بره وببيع وكده يعني، ببيع براندات عالميه وكده. ففرحت قوي بالموضوع ده، فرحت جدا. قالت لي خلاص انت اكسبتد، انتظر مني الانفيتيشن ليتر، وانتظر مني جامع الانشورنس. لازم اي سفاره بيحتاجوا الانشورنس. بعتت لي الاوراق دي في خلال اسبوع. وبعد كده استنوا الفيديو اللي جاي، لان فيديو اهم بكتير، لان حصل فيه احداث اكتر. وهقول لكم في نهاية الفيديوهات عن ازاي تحصل على فرصة زي كده، لان الفرص دي كتيرة جدا، هتستفيدوا كتير. هقول لكم في نهاية السلسلة. بس اهم حاجة تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، عشان هلاقي ريتش هعمل لكم الجزء التاني اللي هو فيه المفيد. لان لو لقيت الفيديو ده واقع للاسف مش هكمل، سامحوني انا اسف. شكرا. كان معكم مينا ماهر. سيب لكم صفحتي الفيسبوك عشان تزوروها، وانتظروا مننا كل ما هو جديد وكل ما هو مميز ويبهركم. ان شاء الله هنقدم لكم حاجات هتبهركم الفترة اللي جاية. انتظرونا. شكرا لكم. كان معكم مينا ماهر. يلا سلام.